لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. دائما في ظل بناء الجمهورية الجديدة للسيد الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، دائما في إطار تنوير خوطنا محاربي العشرية السوداء، وفي إطار تسوية ملف محاربي العشرية السوداء ومرحلة الطوارئ. كاين هناك وردتنا أسئلة كبيرة حول هذا الملف اللي راهم يدفعوا في الملفات. حبينا ننوركم خاوتي، لأننا درنا لكم من قبل توضيح في فيديو سابق، واليوم نزيدو نكملو لكم على هذا الفيديو. لماذا؟ لأنه يا خاوتي كاين هناك تخوف من البعض. الناس راهي تدفع، ما شاء الله، الناس راهي تدفع في الملفات، وكاين ناس راهم متخوفين من هذا الملف. الناس، نبدا بالناس اللي متخوفه من هذا الملف اللي يدفعوا فيه، لانه لو كان جاء يخصكم او كيما يقول لك يخص هذه الفئه، لو كان طلبوا في الملف كيما يقول لك البطاقه تثبت انكم سوري، ما كاش في الملف طلب تاع بطاقه تاع الضمان الاجتماعي او ان تبين انكم سوري، معناها تخص فئه الناس اللي راهم خدامين. ما تخافوش، لا، نصحنا خاوتنا وقلنا لهم انه تفادي ما يكونش هناك ضغط، انهم ما يروحوش ايام الحد. قلنا لكم الديبي تاع السمانه هذه في اي وظيفه في اي مؤسسه تكون هناك ضغط كبير في العمل. المهم خاوتي، الشيء اللي حبيت نقوله لكم انه نعم هذا الملف يخدم التسويه، أنا متاكد باللي يخدم التسويه ويخدم الجميع. قلنا جميع الفئات، ماهيش فئه واحده. وحتى خاوتكم الناس اللي ما على بالكمش بها، حتى خاوتكم من الفئات الاخرى ثاني راهم يدفعوا في الملفات، معناها الامر راه يمشي والحمد لله. كما يقول لك المثل القديم، ادي حقك مع الوالى، روح ادفع خويا الملف وخليها على ربي. لانه الدوله او المؤسسه ماهيش، لو كان جا شيء ما فيهش خير ليكم ويخدم التسويه، ما عادش تزيد على روحها الخدمه. روح ادفع الملف واستنى كيما راهم يستناو خاوتك، والخير راه جاي للجميع باذن الله. هذه اجراءات قانونيه، اجراءات تدخل في التسويه. انت كاين بعض الناس راه يقول لك لا وكذا كذا، انت راك خايف، او ربما انك موظف وخايف الخدمه تاعك. قلنا لك ما طلبوش بطاقه تاع او وثيقه تثبت انك مسوري. كون طلبوا بطاقه تثبت انك مسوري تخاف، لا. ولانهم بالمقابل باه الناس تتاكد انه الشيء اللي راه يندار او التسويه او اي ملف او اي شيء او كذا، انهم يطلبوا منك الشيك باري، حساب البريدي الجاري. فهمتوا خاوتي؟ حنا بالصفه تاعنا، حسب الخبره تاعنا وحسب ما فات فئات او ناس قبلكم، نفس الاجراءات هذه اتخذت. روح ادفع خويا، نهار واحد ما خاسر والو، وملف ما فيش بزاف وما فيش تعب بزاف، روح ادفع، ونهار اللي يجي الخير يجي للجميع. لو كان جات ما فيها والو والله كذا، احنا ننصحكم، لاننا الهدف تاعنا اننا والله سوى للمصلحه، لانه الملف يخصنا جميعا، لانه التسويه تخص جميع الفئات، جميع اللي خدم مرحله الطوارئ والعشريه السوداء من 92 2011. معناها كي تدفع الملف هذا راك تسهل على روحك وتسهل على الفئات الاخرى انهم يدوا حقنا في اقرب وقت باذن الله. لانه الامر قلنا لكم انه حسم، هذا دليل. لما يقول لك ادفع السي سي بي تاعك، هذا دليل انها في مرحلتها الاخيره باذن الله تعالى، الا قرار السيد رئيس الجمهوريه الاخير هو اللي راح يعطينا حقنا جميعا باذن الله تعالى، ولنفرحوا جميعا خاوتي. هذا الشيء اللي حبيت ندير لكم توضيح اليوم. هذا الشيء، الاسئله، رد على الاسئله اللي راه تجينا من
خاوتنا حتى هنا في البلديه تاعنا راهم يجوا يسقسونا، نقول له روح ادفع، ادي حقك مع الوالا وما خاسر والو، تدفع الملف ونهار اللي يجي الخير يجي للجميع. ورانا نوعوا فيكم الله، لاننا كامل الملف يهمنا جميعا، جميع محاربي الأشرية السوداء ومرحلة طوارئ 92/2011. والتسوية إن شاء الله كاينة بإذن الله تعالى، وراه في أياماتها الأخيرة بإذن الله، وندو حقنا جميعا ونفرحوا جميعا. ربي يوفقنا للخير. معليش خاوتي، أنك كمحارب كما يقول لك الإنسان الذي تعلمناها مي كنا خدامين، تنفيذ التعليمات، نمشي مع التعليمات ومن بعد نفهم، من بعد تفهموا إن شاء الله خاوتي، من بعد تفهموا وتفهموا كل شيء. لكن الشيء اللي حبينا نأكدوه لكم أنها والله غير للخير، وأنه أي إجراء أو كذا الدولة ماهيش كما يقول لك إلا أنها شايفة الخير، إن تدخل في تسوية الملف. ربي يوفقنا ويوفقكم. رانا هنا غير بان نورو خاوتنا، وان شاء الله تدو حقكم جميعا باذن الله تعالى. ربي يوفقكم، وربي يوفق القائمين على هذا الملف. ربي يوفق السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه وزير الدفاع الوطني، انه يفرح هذه الفئه ويعطي لهم الحق، او الشيء اللي وعدهم به، الشيء اللي وعدنا به السيد رئيس الجمهوريه يعطيه لنا. رانا في بابها خاوتي، وان شاء الله بربي نفرحوا جميعا. ربي يوفق السيد رئيس الجمهوريه لخدمة البلاد والعباد. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحية الجزائر، تحية الجزائر. الله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.